طيب البيبي رفضها خالص، اللي هي الباسيفاير او التيتينا او السكاتة، ومش عارفه اسكت البيبي اعمل ايه. طيب اول حاجه البيبي رافض التيتينا او السكاتة عادي جدا، ما تقلقيش، بيبيهات كتير جدا بترفضها. طيب البيبي عيط مش عارفه اسكتها ازاي. دي بقى حاجات كتير ان شاء الله باذن الله باذن الله، عشان السؤال ده هعمل لكم سلسله ازاي نهدي بيها الطفل الرضيع، ولكن هديكم عناوين فقط عشان بعد كده نفرد لها فيديوهات تانية سريعة صغيرة يعني. أول حاجة عندنا السوينجنج، إن إحنا يعني نهزه. تاني حاجة الشوشنج اللي هو أو الوايت نويز. تالت حاجة الاستومك بوزيشن، إن هو نحطه على بطنه خلاص، سواء على إيدينا أو على أي حاجة قدامنا بس يكون قدام عينينا. رابع حاجة عندنا الساكنج، إن هو يقعد يمص يا إما من الصدر يا من الببرونة أو من السكاتة أو الباسيفاير. بعد كده عندنا السوادل او القمطه. بعد كده برضو عندنا الشاور، ان هو يستحمى. بعد كده عندنا الباك تاب او الفيرم، ان انا اخبط على ظهره او اعمل له رابنج لظهره. بعد كده عندنا البلكونه او الشارع، ننزل بيه في البلكونه او في الشارع. بعد كده عندنا الديستراكشن. ان شاء الله كل عنوان من دول هعمله عشان خاطركم فيديو، عشان سالت كتير قوي في ازاي نسكت البيبي طول ما هو مش مريض. يعني هو العياط بيتقسم عندنا عياط مرض وعياط اللي هو الطبيعي. خلاص ان شاء الله هناخد ازاي نسكت البيبي اللي عنده عياط طبيعي مش مرض.